السر الياباني اللي بيخلي الناس تخاف منك. يا جماعة، في ناس لما تبص لهم تحس إن في حاجة مش طبيعية فيهم. الناس دي بتصحى كل يوم نفس الميعاد بالظبط، بتعمل نفس الحاجات وما بتقفش أبدا. لما كل الناس بتستسلم في الأسبوع الثالث، هم لسه ماشيين. لما كل الناس بتلاقي أعذار، هم بيظهروا، والناس بتقول عنهم ده مش طبيعي. طيب، تحب تبقى من الناس دي؟ النهاردة هقولك على نظام ياباني قديم اسمه جيوجي، صنعوا رهبان الزن. نظام بيخليك تلتزم لدرجة إن الناس تبصلك وتخاف. لكن في مشكلة صغيرة، النظام ده مش للجميع، لأنه هيطلب منك تقتل جزء من نفسك، جزء أنت أصلاً مش عارف إنه موجود. يلا بينا. الفصل الأول، الصحوة. خليني أحكي لكم قصة واحد مبرمج اسمه رافائيل. راجل ذكي، شغله تمام، لكن عنده مشكلة واحدة بس، مش قادر يلتزم بأي عادة لأكتر من أسبوعين. الجيم شهرين وبعدين يوقف، التأمل أسبوع وخلاص، القراية يشتري كتاب يقرأ 3 صفحات ويحطه في الدرج وينساه. والباترن كان دايما نفس الحاجة. الاتنين حماه هيادة. الأربع أول تفاوض عقلي، يعني لو ما عملتش النهاردة مش مشكلة. الجمعة استسلام كامل. الحد وعود جديدة عن الأسبوع الجاي. رافائيل جرب كل حاجة، تطبيقات تتبع العادات، مكافآت، شريك مساءلة، ومفيش حاجة نفعت. ليه؟ لأنه كان بيحارب حاجة هو أصلاً مش شايفها، بنية دماغه نفسها. لحد ما اكتشف ليه رهبان الزن قادرين يتأملوا 800 سنة متواصلة من غير ما يفوتوا يوم واحد. ومش عشان عندهم إرادة خارقة، لأ، عشان عندهم حاجة أعمق وأخطر بكتير. الفصل الثاني، سر الرهبان. في معابد الزن في اليابان في قاعدة بسيطة، لكنها بتغير كل حاجة. جيوجي، يعني الممارسة المستمرة من غير فجوات. من غير فجوات، فاهمين يعني إيه؟ يعني من سنة 1200 ميلادية ولحد النهاردة، كل يوم الساعة 3:30 الفجر بالظبط جرس بيرن في معبد إيه هيجي. وكل يوم الرهبان بيصحوا بالظبط الساعة 3:30، مش 3:25، مش 3:35، 3:30 بالظبط. وتعرفوا إيه اللي ما بيحصلش أبدا في المعبد ده؟ ولا راهب بينام في السرير ويقول النهاردة هتكاسل شوية. السؤال ده ببساطة مش موجود في دماغهم. ليه؟ لأنهم فاهمين حاجة أنت لسه ما فهمتهاش. دماغك بتصنف كل التزام في خانتين: التزامات قابلة للتراجع بتتحول لمفاوضات عقلية، التزامات غير قابلة للتراجع بتحصل وخلاص. لما الراهب بيأدي القسم قدام المجتمع كله، هو مش بيوعد إنه هيحاول يتأمل، هو بيغير هويته. المجتمع بيشهد، الهوية بتتغير، المفاوضة بتخلص. العلم بيقول إيه؟ عالمة أعصاب من جامعة هارفارد اكتشفت حاجة ثورية. لما تعلن سلوك معين قدام الناس، دماغك البدائي بيفسر الفشل كتهديد للبقاء. أجدادنا اللي كانوا بيخسروا مكانتهم في القبيلة كانوا بيموتوا، ودماغك لسه شغال بنفس الطريقة. وده بالظبط اللي عمله رافائيل. وقف يعمل وعود خاصة وبدأ يعلن إعلانات عامة. كتب على ورقة: أنا شخص بيتأمل 20 دقيقة كل يوم الساعة 5 الصبح لمدة 90 يوم متواصل. وقع عليها، نشرها على السوشيال ميديا، قال لكل الناس. حبيبته قالت له: أنت بتضرمت زيادة. زمايله في الشغل: يا عم أنت بتحاول زيادة عن اللزوم. تمام، كل شخص عرفه بقى وقود. كل صبح كان عايز يستسلم، كان بيفكر إنه هيبص في وش الناس ويعترف إنه واحد تاني مش قادر يلتزم بوعده. الفصل الثالث، الحرب الداخلية. حتى مع كل الضغط الاجتماعي ده، رافائيل كان لسه بيحارب كل يوم. جسمه مش مهتم بسمعته، عايز ينام لما يحس بتعب. الإعلان العام أنهى المفاوضة العقلية، لكنه لسه بيحارب البيولوجي كل صبح. وهنا اكتشف المبدأ الثاني للرهبان: الساعات الغير قابلة للمفاوضة. كل يوم انت بتحرق طاقة عقلية في نفس السؤال الغبي: هعمل ده امتى؟ دلوقتي ولا بعد الفطار؟ الصبح ولا بالليل؟ القرار ده بيحرق جلوكوز في دماغك، جلوكوز المفروض يستخدم في الممارسة نفسها. انت بتحرق الوقود وانت بتقرر امتى تسوق بدل ما تسوق فعلا. رافائيل اختار 5 الصبح، مش عشان بيحب الصبح ويشوف شروق الشمس، لا، اختار 5 الصبح عشان العالم نايم. مفيش رسايل، مفيش ايميلات، مفيش مشتتات، مفيش اعذار. الاسبوع الاول كان جحيم، جسمه كان بيحارب كل صبح. الاسبوع الثاني حاجة اتغيرت، بقى يصحى دقيقتين قبل المنبه، جسمه بدأ يستعد للي مستنيه. في اليوم ال14 المنبه رن ورجليه لمست الأرض قبل ما دماغه الواعي حتى يشتغل. مفيش تفكير، مفيش قرار، حركة بس. الفصل الرابع، الطريقة الوحيدة.
انت فاكر ان التنويع بيخلي الأمور ممتعة؟ التنويع ده بالظبط المكان اللي الالتزام بيموت فيه. كل مرة بتغير اللي بتعمله دماغك بتاخد قرارات صغيرة. هعمل ضغط ولا بيربي النهاردة؟ أقرأ أنهي كتاب؟ أتأمل كام دقيقة؟ كل قرار صغير ده شيء، والأنماط القديمة بترجع تتسرب منه. رافائيل قفل كل حاجة تماما: 20 ضغط، 10 دقايق تأمل، 10 دقايق قراية، نفس الترتيب، نفس التايمر، نفس الحاجة. فترة الأنجو الشخصية بتاعته 90 يوم ممارسة متطابقة. أصحابه قالوا له أنت بقيت روبوت. حبيبته أنت بتبقى مزعج. هم مش فاهمين إن المزعج ده بالظبط المطلوب. الأسبوع الثالث دماغه راح في حرب شاملة. كل صبح كان بيصرخ عشان التجميع. ده غباء، أنت مش آلة، غير شوية ولا هتحترق. الأسبوع الرابع حاجة اتكسرت، مش انضباطه، لأ، مقاومته. صوت المفاوضة بقى أهدى. في الأسبوع السادس كان بيعمل نص الضغط قبل حتى ما يفوق. الممارسة بقت بتاخد بالها من نفسها. الفصل الخامس الممارسة من غير فجوة. كسبت كل حاجة أو لا شيء، قتلت التزام أكتر من الكسل. بتقول لنفسك لو مش هقدر أعمل 20 دقيقة كاملين ليه أعمل حاجة أصلا؟ لو مش هقدر أعمل ضغط كامل هستنى بكرة. التفكير ده بيخلق فجوات، والفجوات دي مكان رجوع الأنماط القديمة. بص على أي رياضي محترف هتلاقي حاجة الناس بتفهمها غلط. عندهم أيام راحة، لكن أيام الراحة دي لسه تقدم، مقصودة، استراتيجية، متخطط ليها، مش عشان حاسين بكسل. يوم الراحة بيخليهم يتدربوا أقوى بكرة، ده لسه حركة ناحية الهدف. لكن لما تتخطى يوم عشان تعبان، ده مش راحة، ده تراجع. النهر ما بيقفش أبداً عن الجريان. في وقت الجفاف ممكن يبقى قطرة، لكن ما بيقفش أبداً. لحظة ما يقف ما بقاش نهر، بقى ذكرى المكان كان فيه مية. ممارستك نفس الحكاية. يوم السفر وصل، اليوم 40، المطار الساعة 4 الصبح، اجتماعات طول اليوم، مفيش جيم في الفندق. رافائيل عمل ضغط في حمام المطار. الناس بصت له كأنه فقد عقله. تمام، اتأمل في الأوبر، قرا في الطيارة، مفيش حاجة كانت مثالية، لكن كل حاجة فضلت ماشية. ده جيوجي، الممارسة بتكمل نفسها. وهنا الناس بدأت تلاحظ. زمايل الشغل، في حاجة مختلفة فيك. أصحاب، انت بقيت أوبسيست. حد فعلا قال انضباطك ده مش صحي، الناس الطبيعية ما بتعملش كده. لما تسمع الكلام ده اعرف انك على الطريق الصح. الناس العادية بتجيب نتائج عادية. انت مش بتحاول تبقى عادي، انت بتحاول تبقى unbreakable. الفصل السادس الحلول المسبقة. ابنك مرض، العربية باظت في الطريق للجيم، مديرك خلاك متأخر، دي قاتلة الالتزام، عشان انت ما حددتش مسبقا ازاي هتتعامل معاها. كل مرة عائق غير متوقع بيظهر لازم تاخد قرار تحت ضغط، والقرار ده في لحظة الفوضى دي هتختار دايما الطريق الأسهل. المعابد اليابانية شغالة من قرون من غير ما يفوتهم يوم. زلازل، حروب، مجاعات، الممارسة بتكمل. إزاي؟ ما بياخدوش قرارات لما العوائق بتظهر، الإجابة موجودة أصلا. لو قاعة التأمل اتغرقت يروحوا قاعة الطعام، لو قاعة الطعام وقعت فيها الحريقة يقعدوا في الفناء. مفيش اجتماع، مفيش نقاش، مفيش مفاوضة. الجرس يرن، الاستجابة أوتوماتيك. رافائيل كتب كل عائق كسر التزامه قبل كده وحله مسبقا. مطر، ضغط في الجراج، ضيوف في البيت، تمرين صامت في الحمام، هانج اوفر اللي مش المفروض يحصل أصلا، ضغطتين، دقيقة تأمل، صفحة واحدة. كل سيناريو كان ليه رد محدد مسبقا. لما اكس يحصل هعمل واي. مفيش تفكير، مفيش مفاوضة، تنفيذ بس. اليوم 70 ممارسة رافائيل بقت أوتوماتيك تماما. كان ساعات يصحى ومش فاكر إنه عمل الضغط، جسمه كان بيتحرك في التسلسل كأنه آلة مبرمجة. حبيبته جت تزور أسبوع كامل. رافائيل عمل ضغط في الحمام الساعة 5 الصبح. الممارسة استمرت عشان الإجابات كانت مكتوبة أصلا. الفصل السابع التحول. في اليوم 90 رافائيل أنهى فترة الأنجو الشخصية. 3 شهور ممارسة متواصلة، لكن حاجة أعمق حصلت. هو ما بقاش نفس الشخص. أصحابه قالوا له حرفياً انضباطك مخيف. رده كان مثالي: تمام، لأن لما انضباطك يخلي الناس تحس بعدم الراحة
يبقى أنت أخيراً وصلت للمستوى الصح. وجودك بيثبت إن كل حاجة بيقولوا عليها مستحيلة هي بس غير مريحة. عشان كده هيقولولك أنت obsessed، عشان كده هيقولولك أنت محتاج توازن. هم محتاجينك تبطأ عشان يحسوا إنهم أحسن وهم واقفين مكانهم، لكن أنت مش بتعملها عشانهم، أنت بتعملها عشان اكتشفت السر. الالتزام مش إنك تعمل حاجة كل يوم، الالتزام إنك تبقى شخص ما يقدرش يعملها بطريقة تانية. الزبدة يا جماعة، نظام جيوجي بيتكون من 4 خطوات. إعلان عام، قول للناس إيه اللي هتعمله، خلي الفشل أوجع من الاستمرار. جدول ثابت، اختار ميعاد واحد وخلاص، امسح إمتى من المعادلة. ممارسة واحدة بلا تغيير، نفس الترتيب، نفس الحاجة كل يوم لحد ما دماغك يستسلم تماما. حلول مسبقة، اكتب كل عائق ممكن يحصل وحدد مسبقا إزاي هترد عليه. النتيجة، انت مش هتبقى شخص أحسن، انت هتبقى شخص مختلف، شخص الناس تبصله وتقول ده مش طبيعي. ولما تسمع الكلام ده اعرف انك وصلت. والسؤال بقى ليكم يا جماعة، ايه العادة اللي انت عايز تلتزم بيها باستخدام نظام جيوجي؟ وايه الإعلان العام اللي هتعلنه؟ اكتبوا في الكومنتات وخلوا الفشل أوجع من الاستمرار. وافتكروا، الالتزام اللي بيخوف الناس هو الالتزام الوحيد اللي يستاهل. يلا استنى إعلاناتكم العامة. فاير.